السلام عليكم. ازيكم يا فنانين؟ معاكم مس رشا سليم من أكاديمية فاشون ديزاين، المكان اللي هنتعلم فيه مع بعض كل حاجة عن الخياطة والتفصيل وتصميم الأزياء خطوة بخطوة. القناة دي معمولة مخصوص علشان أي حد نفسه يتعلم الخياطة من الصفر، سواء عايز يشتغل بيها في مشروع أو يطور نفسه أو حتى يتعلم يفصل لنفسه في البيت. كل أسبوع هيكون عندنا دروس جديدة فيها شرح عملي بسيط وواضح عشان أي حد يقدر يطبق بسهولة. النهاردة درسنا هيكون عن المقاسات اللازمة لعمل الكورساج المقفول والمفتوح. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا نبدأ. أول حاجة علشان أخد مقاسات أنا بمسك الواحد بإيد الشمال، تمام متفقين؟ بمسك الواحد بإيد الشمال وإيدي اليمين هتاخد وتلفف وتشيل وتحط، متفقين؟ طيب أنا أول حاجة عايزة أخدها الثلاث دورانات. أنا اتفقت معاكم إن أول حاجة عندي دوران الصدر، تاني حاجة عندي دوران الوسط اللي هو من هنا كده، تالت حاجة عندي دوران الجنب، متفقين؟ متفقين. أنا بمسك الواحد بإيدي الشمال، بلفف المزورة كده حوالين الجسم. أنا عايزة آخد المنطقة الباردة على الصدر، تمام متفقين؟ الصدر بيبقى واخد بروز معين، أنا باخد المقاس بتاعي من أعلى بروز في الصدر، تمام؟ ده بالنسبة لقدام. طيب بالنسبة لورا غلط جدا اللي أنا عاملاه ده، غلط جدا إن المازورة تكون مسقطة كده، لازم المازورة من ورا تكون بمستوى البروز الأمامي للصدر. يبقى لازم علشان أقيس الدوران الصدر مظبوط يبقى من ورا معايا المقاس بنفس مستوى بروز الصدر الامامي. مش بس كده خالص، انا ما لففتش المجهوره على محيط الصدر بس كده، انا لازم احط في النص 4 صوابع. يبقى انا لازم احط في النص ايه؟ والفف المجهوره عليهم كويس قوي، يعني ما سيبهاش مرخيه كده، ما سيبهاش كمان واسعه. انا عايز اخد القياس ده مظبوط. حد فاهم حاجه؟ انا لففت المزوره على الجزء البارد في الصدر ومن ورا مظبوطه. ولو في هنا عندك في المنطقه دي في الخلف في عضله مع بعض الاوزان الكبيره شويه، بنلاقي المنطقه دي كده فيها عضله، خديها معاكي في القياس. يبقى انا باخد كل حاجه بارزه من قدام وكل حاجه بارزه من ورا، بلفف المزوره كده، بحط في النص كده 4 صوابع واقفين، تمام. يفضل ان مش انا اللي احط ال4 صوابع، يفضل ان انا اقول لصاحبه المقاس بعد اذنك اعملي كده وامثل لها عليا، اقول لها بعد اذنك اعملي 4 صوابع في المنطقه دي، فهي اوريدي اصلا هتحط صوابعها في المكان ده. هتقومي انت واخده القياس بتاع الصدر مظبوط، الاستداره بتاعتك مظبوطه، وال4 صوابع وتلففي عليهم كويس قوي قوي. يعني انا مش عايزاها واسعه، لان المقاس ده مهم جدا وهيطلع منه حاجه تانية اهم فيما بعد، تمام. طيب بالنسبه للفئات العمريه، انا معايا البالغين الكبار بحط لهم قد ايه؟ بحط لهم 4 صوابع، تمام. معايا السن المحير اللي هو بيبتدي مثلا من 10 سنين لحد 12 13 14 سنه، انا شخصيا اللي بقيس، انا اللي بحط 3 صوابع. انا اللي بحط كام؟ 3 صوابع. معاه السن المحير اللي هو من 10 سنين مثلا لحد 14 15 سنه، بحط له 3 صوابع. معايا الاطفال من بعد ال3 سنوات لحد ال8 او 9 سنين، ده بيبقى الاطفال، انا بحط صباعين. انا بحط ايه؟ صباعين. معايا البيبي اللي هو من سن حديث الولاده لسن ال3 سنين، انا بحط في منطقه الصدر بحط ايه؟ بحط صوبع. وطبعا القياس بيتقاس بنفس السيستم ونفس الريتم بتاعنا اللي احنا اتفقنا عليه. يبقى ده اسمه دوران الصدر. دوران الصدر اتقاس بايه يا شوشو؟ يتقاس بالصوابع. يتقاس بالصوابع. حد يقول لي انا ممكن اشيل الصوابع وازود على المزوره 4 سم؟ نو، الصوابع وبروزها مش 4 سم، ده حاجه وده حاجه ثانيه خالص، تمام. تاني حاجه انا اتفقت معاكم ان انا بستخدم الواحد بايد الشمال، انا شغاله على الاصفر، الواحد بايد الشمال. تاني حاجه دوران الوسط. دوران الوسط يا جماعه المازوره بتقيس وبتلف حوالين الوسط بالظبط، لا صوبع ولا 2 ولا 3، كانها لابسه حزام،
يعني الحزام ده ملبوس بيكون كده يا دوبك بس على قد الوسط بالظبط. متفقين؟ طيب القياس الثالث اللي هو دوران الجنب. دوران الجنب بيتقاس ازاي؟ اولا انا بخلي صاحبه القياس اللي بتقيس هي اللي تعمل الحركه دي. دلوقتي انا هقول لها بعد اذنك ثبتي لي المازوره عند منطقه السره، هي بصباعها كده هتحط المازوره او هتحط الواحد بتاع المازوره عند منطقه السره. هقوم انا واخده المازوره كده زي ما انا بلف كده. الهنش بيبقى فيه بروز للهنش، مستوى العالي في الهنش انا بلفف عليه المازوره. تمام متفقين؟ بلف بالمازوره كده لحد ما برجع باليمين. طبعا بخلي بالي ان هي تكون من الجنب زي ما هي. يبقى دي طريقه قياس دوران الجنب. طريقه قياس دوران الجنب. انا قسته كده طلع 100. انا قسته كده طلع كام؟ 100. عشان اتاكد ان قياسي مظبوط في طريقه تانية لاخذ دوران الهب او دوران الجنب. ايه هي الطريقه التانية؟ انا بلفت المازوره على الجزء البارز في الهنش زي ما انا عارفه. تمام. بلففها كده وباجي بقفلها، بس الاستداره بتكون مظبوطه، ما تكونش طالعه من النص زي ما عملت المره اللي فاتت. الاستداره مظبوطه. وبحط في الجنب عدد اصابع في الجنب كده. الصوابع اللي بتتحط في الجنب نفس الصوابع اللي اتحطت فين؟ في الصدر. يعني انا لو حطيت في الصدر 4 صوابع، انا باجي هنا في الجنب بحط في الجنب هنا 4 صوابع. يعني لو هي محير مثلا، ولو هي محير وحطيت في 3 الصدر صوابع احط في الجنب 3. برافو. لو انا حطيت في الصدر 3 صوابع هنا هحط في الجنب 3 صوابع هنا. لو انا حطيت في الصدر صباعين هنا هحط في الجنب صباعين هنا. حطيت اصبع واحد هنا هحط في الجنب اصبع واحد هنا. يبقى انا لازم في الحاله ديت القياس بتاع دوران الجنب بيتقاس مظبوط ولا بارتفاع من النص زي ما عملت في المره الاولى؟ بيتقاس عدل استداره مظبوطه مع الصوابع. يعني انا قدامي طريقتين لاخذ دوران الجنب، اما ان انا ارفع من النص شويه لحد منطقه السره وانزل من الخلف لحد بروز الجنب او الهنش. الطريقه الثانيه ان انا بقيس استداره مظبوطه مع اخذ الصوابع في الجنب. تمام. ده بالنسبه للثلاث دورانات. يبقى دوران الصدر بيتقاس بالصوابع، دوران الوسط بيتقاس بالظبط، دوران الجنب بيتقاس ب3 صوابع بطريقتين، طريقه السره وطريقه الصوابع. طيب بالنسبه للاطوال. دلوقتي احنا هناخد الاطوال. احنا خلصنا الدورانات، ال3 دورانات خلاص. هاخد الاطوال احنا قلنا هما 3 اطوال: طول الوسط، طول الكورساج، الطول الكلي. خلينا متفقين ان جميع الاطوال بتتاخد من نقطه واحده. ايه هي نقطه اخذ الاطوال؟ اللي هي النقطه تقاطع الرقبه مع الكتف، اللي هي اعلى نقطه في الكتف. يبقى اعلى نقطه في الكتف هنا اللي هي تقاطع الرقبه مع الكتف، انا بحط عليها المازوره. يبقى بدايه اخذ الاطوال بتتاخد منين؟ من اول الكتف مع الرقبه، تقاطع الرقبه مع الكتف. طيب انا اول طول عندي اللي هو ايه؟ اول طول عندي طول الوسط اللي هو لحد هنا، لحد مستوى محيط الوسط. طيب الوسط اللي هو ازاي؟ الوسط اللي هو زاويه الانحناء. يعني انا دلوقتي وانا واقفه لو انا جيت اتني الزبونه ديت او اللي بتقيس دي، هلاقي في الحته دي ظهرت زاويه معينه. الزاويه دي هي طول الوسط. طيب بعض الناس التانيين بياخدوا طول الوسط ده بياخدوه من الظهر من الخلف. هم مش غلط، هم صح، بس انا عايزه اخده من قدام. فهاخده ازاي من قدام واضمن ان طول الوسط بتاعي يطلع مظبوط؟ هحط المازوره او الواحد بتاع المازوره عند اعلى نقطه في الكتف، وهاجي بالجنب هطلع منطقه الصدر. انا مش هعدي على منطقه الصدر نهائيا، لان انا لو عديت على منطقه الصدر ووصلت للوسط هنا للوسط هيطلع معايا طول الوسط هيطلع طويل جدا. يبقى انا لو عديت على الصدر هيطلع معايا طول الوسط
طويل عن المقاس المظبوط. انا طول الوسط بتاعي عايزه اقيسه بالجنب، من الجنب طلعت الصدر بتاعي بره القياس وقسته بالجنب، يبقى ده اول طول عندي اسمه طول ايه؟ طول الوسط. زي ما انا جميع الاطوال بتتقاس من نقطه واحده، فانا هننقل دلوقتي على الطول الثاني اللي هو بعد طول الوسط عندي طول الكورساج، وتالت حاجه الطول الكلي. انا دلوقتي هنقل على طول الكورساج من نفس ذات النقطه، هنيجي برضو على جنب بنغير الصدر. تمام. انا عايزه اقيس القياس ده لحد مستوى السره، يعني انا القياس ده جاي كده بجنب مشدود مظبوط، ومعايا هنا منطقه السره هنا. انا عايزه امشي خط مستقيم من السره لحد المزوره. تمام. يبقى ده اسمه طول ايه؟ ده اسمه طول الكورساج. ده اسمه طول ايه؟ ده اسمه طول الكورساج. يبقى طول الكورساج من اول الكتف لحد مستوى السره من الجنب بدون الصدر. ثالث حاجه عندي الطول الكلي، وبرده من نفس النقطه اللي انا بقيس منها الاطوال هحط الواحد، هعدي المزوره على منطقه الصدر وهنزل بالقياس بتاعي، وليكن مثلا انا عايزه اعمل حاجه لحد هنا، يبقى انا قست من قدام بالصدر، من قدام بالصدر لحد هنا. طيب لو انا كلامك ان الطول الكلي بس هو اللي بناخد منطقه الصدر بنقيسه بالصدر. طيب الجسم فيه دفوهات، الجسم فيه دفوهات، ولنفرض ان الجسم اللي قدامي فيه ديفو في الهانش من ورا بارز زياده عن اللازم، لان ده وارد ساعات بيحصل من في الاجسام. هاخد الطول الكلي هاخده من ورا. تمام. لو انا حاسه ان الجسم متناسق يبقى انا الطول الكلي باخد الطول الكلي باخده من قدام. وبكده نكون خلصنا اخذ المقاسات على الطبيعه. اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالشرح. لو عندكم اي سؤال او حابين توضحوا حاجه اكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من أكاديمية فاشون ديزاين. تابعوني في الفيديو الجاي وهيكون طريقة تقسيم المقاسات، وهي المرحلة اللي قبل عمل الباترون على طول.